مساء الفل عليكم واهلا بكم في حلقة جديدة من بالعربي كورة مع أوسى. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا جدا جدا، وتقريبا هتبقى من اقوى الحلقات اللي هنعملها. حلقة فيها حاجات كتيرة جدا، فيها كام خبر في الاول كده، هنتكلم عن كام خبر حلوين. وبعدين هنخش على التحليل الفني الكامل لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والاهلي ومودرن سبورت. هنبدأ أول حاجة بالكام خبر اللي معانا كده. في الأول، أول خبر معانا عن نادي الزمالك، وهو الخبر ده بيقول إيه؟ بعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا طبعا كلنا شفنا الأخبار اللي طالعة والتصريحات اللي طالعة إن شيكو بنزا هيتم التوقيع عقوبة عليه من قبل مجلس الإدارة أو جون إدوارد أو من قبل المدير الفني فيريرا. طيب، الخبر ده طبعا عاري تماما من الصحة، ولا نية لدى أي مسؤول في نادي الزمالك عن توقيع أي عقوبة على شيكو بنزا. وده لأن هم شايفين اللعيب ما عملش حاجة، عادي اللعيب ما أداش أحسن أداء ممكن، وفي نفس الوقت هو كان طالع متضايق، كان حاسس ان هو لو قعد شويه كمان كان يقدر يعمل حاجه اكتر. فبالتالي ما حصلش. المدرب كانت رايه او كان رايه يعني ان هو يطلعه عشان يستفاد من لعيب تاني احسن. وفعلا كانت التبديلات جت بمفعول، وفعلا الزمالك كسب 2-0، وهدف محمد شحاته هنتكلم عنه في التحليل الفني كمان. بس هو هدف رائع جدا وهينافس على احسن هدف في الدوري. بس فلا نية لدى اي مسؤول عند نادي الزمالك ان هو يوقع اي عقوبة على شيكو بنزا، واللعيب مستمر عادي جدا، وممكن نشوفه بيبدأ الماتش اللي جاي وعادي جدا مفيش اي مشكلة. ده اول خبر عن نادي الزمالك. هنخش على الخبر التاني، وهو عن النادي الاهلي، وخاصة عن وسام ابو علي. وسام ابو علي كلنا عارفين طبعا ان هو مضى وخلاص، والنادي اعلن ان هو مضى مع كولومبوس كرو، وكولومبوس كرو اعلن، وفي نفس الوقت الاهلي اعلن، والدنيا كلها عرفت ان وسام ابو علي خلاص مشي. بس طبعا كلنا شفنا الاحداث اللي حصلت في الاخر، وان النادي ما بعتش القسط، والنادي مش عارف يأيده، فمش عايز يبعت القسط وهو مش هيأيد اللعيب. فبالتالي هو ما دفعش الاقساط والاهلي ما بعتش البطاقه الدوليه، واللعيب متأيد مع الاهلي وفي القائمه بتاعت الاهلي. يعني مش بعيد نشوف الاهلي بيشارك وسام ابو علي. ريبيرو ممكن يشاركوا الماتش الجاي عادي جدا. وده الخبر بتاعنا بقى، ان ريبيرو عايز يبدا بوسام ابو علي، وعايز يدخل وسام ابو علي معاه الفرقه لانه شايف انه محتاجه فنيا. لكن بفرمان من الخطيب هو مش راضي. لا خلاص، قال لك وسام ابو علي مسيرته مع الاهلي انتهت. مسيرة وسام ابو علي مع الاهلي خلصت خلاص، وسام مش هيلبس التيشيرت الاحمر تاني. ده قرار من كابتن محمود الخطيب، وقال ده مفيش رجعة فيه، لان هو شايف ان اللعيب استهتر بالنادي الاهلي وتعامل مع الاهلي باسلوب وحش وعمل افعال مش حلوة. فحتى لو طلع يعتذر في مليون حتة، واعتذر في مليون طريق بمليون طريقة، هو كابتن محمود الخطيب رافض الموضوع تماما. فبنسبة 99% وسام ابو علي لن يشارك مع النادي الاهلي مرة اخرى. نخش على الخبر الاهم بقى، الخبر اللي فعلا هيفرح كل جماهير الاهلي، وهو عن امام عاشور. امام عاشور كلنا عارفين ان هو اتصاب في اول ماتش في كاس العالم للانديه. كان ماتش امام انتر ميامي، وهو في اول 10 دقايق تقريبا اتصاب وخرج بسبب اصابه في الترقوة. فهو مفروض ان هو خلاص جاهز فنيا ومية مية والدنيا تمام معاه، بس كان حابب ان هو يقوي مكان الاصابة عشان ما ترجعلوش مرة ثالثة لا قدر الله. فامام عاشور بيجهز وكده. فهو لما لقي الماتش، طبعا كلنا شفنا الماتش بتاع الاهلي ومودرن سبورت، وهنجيله برضو في التحليل الفني بتاعنا. شفنا الماتش كان مش احسن حاجة للاهلي، وامام عاشور لما شاف كده حس ان هو لو نزل الملعب هيعمل حاجة. فبقى بيقاتل ان هو يرجع، لدرجة ان هو عايز يدخل الماتش الجاي، هو عايز يلعب الماتش الجاي. طبعا هيبقى ماتش صعب ان هو يخش فيه. بس هو وسام عنده رغبة كبيرة قوي قوي ان هو يخش ويشارك في الماتش ده. فاحنا لسه مش عارفين الدنيا رايحة على فين، بس بنسبة 90% قد نشاهد امام عاشور على دكة البدلاء الماتش القادم. ده الخبر بتاعنا النهاردة، وانا اتمنى ان هو يكون صح، لان فعلا الاهلي
محتاج امام عاشور، محتاج رجوع امام عاشور، لان الرجوع بتاعه هيفرق جدا جدا. والماتش الجاي كمان مع فاركو السنه اللي فاتت اخر ماتش في الدوري طبعا كلنا فاكرينه، فاركو خسر من الاهلي 6 تقريبا. فاركو عايز ينزل بالعربي كده، عايز ياخد طاره، فهيبقى ماتش صعب على النادي الاهلي. وده كده كان اخبارنا النهارده. هنخش على الفقره اللي بعدها وهي فقره التحليل، ودي من اهم الفقرات معانا، وهيبقى ان شاء الله تحليل يكون كامل ووافي، وان شاء الله تستمتعوا بيه. بس في الاول كده يا صاحبي، هات الكوبايه بتاعتك، كوبايه الشاي، كوبايه القهوه، ويلا بينا نخش. طيب اول حاجه هنبدا بتشكيله الزمالك. الزمالك لعب بصبحي في حراسه المرمى، وبنتايج باك شمال، الونش وحسام عبد المجيد قلوب دفاع، وعمر جابر باك يمين، ودونجا خط وسط، وامامه محمد شحاته وعبد الله السعيد، وقدامهم في مركز 10 كان ناصر ماهر، وراس حربة ناصر منسي، وجنبه شيكو بنسا. طبعا هي خطة جديدة بالنسبة لنا في الدوري المصري شوية، مش متعودين عليها، ما بنشوفش ناس كتير بتلعب بيها، وهي 4-3-1-2. هي خطة ما بنشوفهاش كتير، بس هي خطة كويسة. بصوا معايا كده. اولا هو لعب ببنتايك باك شمال، وكان طاير وبيزيد كتير جدا. وعمر جابر ما شفناهوش كتير، بس على اوقات كده كان بيزيد. دونجا كان ثابت في نص الملعب، دونجا كان اكتر واحد في نص الملعب هو اللي ثابت. حتى لو لاحظتوا في كذا كورة هتلاقوا دونجا هو اللي واقف قدام، تقريبا ما بيعديش خط النص، لو عدى قليل قوي. بيأمن الدفاع، بيأمن على لوينش وحسام عبد المجيد. لكن اللي شفنا ادوارهم اكتر حاجة كان شحاتة وعبد الله وناصر ماهر، يمكن كمان شفناهم اكتر من ناصر منسي وشيكو بنزا. اللي حصل ان كان بيلعب بناصر منسي وشيكو بنزا، الاتنين بيلعب رؤوس حربة، وراس الحربة شيكو بنزا كان بيميل شوية ناحية الطرف، لان هو اساسا لعيب طرف، فهو مش متعود على مركز رأس الحربة، فهو بيلعب الخطة دي. هي غرضها ان قلبين او راسين الحربة دول بيفتحوا الملعب على الاطراف، وبيخش واحد من نص الملعب او الاتنين كمان بتوع نص الملعب بيخشوا هم في النص. وطبعا عندك واحد زي عبد الله السعيد خبرات كبيره جدا في الدوري المصري، وعندك واحد زي محمد شحاته بيكمل حلو جدا، وناصر ماهر طبعا. احنا لو حللنا الجون بتاع ناصر ماهر هتلاقي ان ناصر ماهر جايبه من مكان اكنه راس حربة، هو لو راس حربة هتلاقيه واقف في الحته دي، ده مكان راس الحربة الطبيعي. فهو هتلاقي ناصر ماهر هو اللي في قلب الملعب، او هو اللي في ال 18، وناصر منسي هو اللي كان على الطرف. طيب كان في عيب قاتل في الخطه دي، وهو شيكو بنزا. شيكو بنزا لعيب حريف وسريع، بس هو في نفس الوقت كان لسه ما جابش مستواه، وكان الزمالك تحس ان خطوطه متباعده عن بعض، كل خط واقف لوحده بعيد عن التاني، فبالتالي تحس ان خط الهجوم مفصول شويه. وخط الدفاع ما كانش اقوى حاجه، الونش راجع من اصابه بقاله فتره يعني شويه كده، فهو برضو لسه ما رجعش في مستواه اللي احنا عارفينه عن الونش، مستوى الكبير قوي بتاع الونش. بس فخط الدفاع ما كانش احسن حاجه، وبنتايج على طول عشان كان طاير، وعمر جابر كان بيتقدم اوقات، واحنا عارفين عمر جابر اساسا هجومي اكتر منه دفاعي. فشوفنا هجمات كتير في الاول على مرمى الزمالك، وشفنا كورتين في العارضة تقريبا، وكان في هجمات خطيرة على نادي الزمالك، بس الفينش بتاع لعيبة سيراميكا كيلوباترا كان وحش. الزمالك عمل تغييرات الشوط الثاني هي اللي قلبت الماتش. نزل ادم كايد، ونزل عبد الحميد معالي، ونزل سيف الجزيري، وسيف فاروق جعفر، وصلاح الدين مصدق في الاخر. اولا اهم تغييرين حصلوا للزمالك هو ادم كايد وعبد الحميد معالي، لان دول هم اللي ساهموا في الجونين بتوع الزمالك. الجونين كانوا عبارة عن الجون الاول اولا بس اللي جابه ناصر ماهر. ناصر ماهر جابه ازاي؟ عبد الحميد معالي قطع الكورة في نص الملعب وخدها وطلع يجري بيها، ولعبها لآدم كايد. آدم كايد عمل فنت وراح قطم لجوه، وراح مبصيها لناصر ماهر في مركز راس الحرب اللي كنا بنتكلم عليه. ناصر ماهر قطم وحطها بيمينه حلوة جدا، فينش رائع بصراحة. لو حللنا الجون بالظبط هتلاقي ان اللي بدأ الهجمة هو عبد الحميد معالي، البديل او اللي يعتبر اول ماتش ليه، والاسيست من ادم كايد. الاتنين دول هنشوف لهم مشاركات كبيرة جدا جدا الفترة اللي جاية، لانه واضح من لمسة ادم كايد ان هو لعيب حريف، لعيب ليه لمسة خطيرة انت تحبها في الملعب.
ومن عبد الحميد معالي هو لعيب دريبل، بيعرف يجري بالكوره، بيعرف يتحرك، لعيب تكتيكي جدا يعني. ده كده تقريبا الجون الاولاني بتاع الزمالك اللي شارك فيه ادم كايد وعبد الحميد معالي، والفينش الرائع من ناصر ماهر. نخش على الجون التاني وهو من احلى اهداف الدوري السنه دي، انا متاكد. يعني احنا لسه في بدايه الدوري، لسه بنقول يا هادي، بس انا متاكد ان هو هيبقى من احلى الاهداف في الدوري يعني السنه دي. الهدف كان عباره عن هجمه لنادي سيراميكا، ولكن اتقطعت. اللي قطعها كان محمد شحاته نفسه، افتككها بطريقه جميله جدا يعني. افتككها من غير اي خطأ ومن غير اي حاجه، خد الكوره ولمح محمد بسام. انا بصراحه مش عارف محمد بسام كان طالع يعمل ايه يعني. محمد بسام ايه اللي موديه الحته دي محدش فاهم، ايه اللي مطلعه للدرجه دي محدش عارف يعني. يمكن علي ماهر نفسه اكيد بعد الماتش سأله انت طالع بتعمل ايه، ايه اللي مطلعك كل ده؟ الكوره مش بعيده، الكوره في نص الملعب يعني، الكوره حتى مش في منطقه الدفاع بتاعت الزمالك، الكوره في نص الملعب. انت طالع بره ال 18 بتعمل ايه؟ ما فيش اي مبرر ان انت تطلع بره ال 18. فمحمد شحاته لمحه وحطها بطريقه متقنه جدا جدا. يمكن الاهداف دي بنشوفها قليل جدا في الدوري المصري، شفناها مثلا مره من ابراهيم حسن في الزمالك، وانا فاكر برضو مره شفناها من قفشه. يعني اهداف قليله جدا، وطبعا عبد الله السعيد عملها قبل كده كذا مره. شفناها قليل في الدوري المصري، ولكن هدف جميل جدا، والفينش روعه، والرؤيه هي اهم حاجه. وده دليل ان محمد شحاته كواليتي عالي، كواليتي مختلف. انا على فكره من ساعه ما كان في طلائع الجيش وانا بقول عليه اللعيب ده لعيب جامد جدا، لعيب كبير، وهيبقى له شأن في مصر في الفترة اللي جاية. وان شاء الله يعني ان شاء الله يجي له عقود احتراف ويطلع يحترف، عشان هيجي منه كتير ان شاء الله. ده كده باختصار التحليل الفني لماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا. ونخش على التحليل الفني لمباراة الاهلي ومودرن سبورت. الاهلي بدأ في حراسة المرمى مصطفى شوبير، باك شمال محمد شكري، قلوب الدفاع ياسين مرعي وياسر ابراهيم، باك يمين محمد هاني، في نص الملعب احمد رضا ومحمد علي بن رمضان، وامامهم قفشه رقم 10. وافتكروا قفشه هنتكلم عليه كتير جدا علشان في حاجات كتير قوي ما ينفعش نسكت عليها بصراحه. جناح شمال تريزيجيه، جناح يمين احمد السيد زيزو، وفي الامام راس الحربه محمد شريف. اول حاجه يعني شوبير في الاول، هنتكلم عن شوبير الاهداف اللي دخلت فيه بنسبة 80% لا يسأل عنها. الهدف الاولاني بتاع حسام حسن طبعا، هدف مش مفهوم، هو غلطة من الدفاع نفسه. شوبير بصاها في الاول، ضغط على كريم فؤاد شوية، بس كان عنده احسن من كده، كان يقدر يطلع بيه احسن. في ناس كتير قوي كمان بتقول ان الكورة بتاعت الهدف الاول دي فاول على نادي مودرن سبورت. اللعيب بيقولوا داخل في رجل كريم فؤاد. انا شفت الكوره كذا مره بصراحه، هي ما فيهاش اي حاجه، والكوره ما فيهاش اوفسايد، وانا ما اعرفش المساعد ازاي شافها اوفسايد يعني. هو اللعيب مغطي عليه واضحه جدا يعني، كان كريم فؤاد تقريبا اللي مغطي عليه. فهو هدف صحيح 100%، ما فيهوش اي مشكله. ولكن الهدف غلطه من ياسر ابراهيم وبعده احمد رضا، لان احمد رضا في الكرة دي كان اللي واقف احمد رضا وجنبه ياسر. فالكرة لما اتلعبت للي جاي من تحت، انا مش فاكر مش متذكر مين اللي عمل الاسيست بصراحة، بس لما اتلعبت للي جاي من تحت هنا، المفروض ان ياسر بيضغط واحمد رضا كان هو اقرب واحد لحسام حسن، فالمفروض بيروح مع حسام حسن يفضل ماسكه. هو تباطأ شويه في الضغط، فبالتالي حسام حسن استلمها وزقها لقدامه، وما دام زقها لقدامه بنسبه 80% هي الكوره جول. وخاصه ان حسام حسن من رؤوس الحربة اللي بتعرف تفنش، الفينش بتاعها حلو. احنا شفنا بشماله اللي هي الرجل مش الاساسيه بتاعته، وحطها يعتبر في 90 يعني، خلاص في اعلى المرمى. شوبير ما يقدرش يعمل لها اي حاجه طبعا، ودي مش غلطه شوبير، كرة صعبه جدا جدا، ولو اي حد ما كان شوبير كانت دخلت يعني. لكن الغلط الاكبر كان من ياسر ابراهيم واحمد رضا. ده الهدف الاول لنادي مودرن سبورت. نخش على الهدف الاول للنادي الاهلي، وهو من عرضيه لزيزو المتالق جدا جدا جدا. زيزو رفع عرضيه بصراحه تدرس، عرضيه حلوه جدا مظبوطه بالمسطره على دماغ احمد رضا، واحمد رضا فنشها حلو جدا يعني.
فنقشها حلو قوي. الكوره وهي جايه انت شايفها هتقول صعبه جدا، لكن هو حطها حلو جدا. طبعا هتقولوا ان انا حللت جون مودرن سبورت قبل جون احمد رضا، وده عشان انا بصراحه الجون استفزني جدا. غلطه صغيره قوي، ومش يعني مش مدافعين كبار بقيمه ياسر ابراهيم واحمد رضا اللي يقعوا فيها، اللعيبه دي كبيره. الهدف بصراحه استفزني انا شخصيا كمشجع للنادي الاهلي. انا استفزيت جدا من الهدف ده. الهدف ما كانش المفروض يجي بالمنظر ده، المنظر ما كانش حلو. ده الهدف الاول مودرن سبورت، والهدف الاول للنادي الاهلي، والفينش الرائع بتاع احمد رضا. نخش على الهدف الثاني بتاع مودرن سبورت، وهو عرضية انا شايفها كانت في المتناول جدا، وتمركز خاطئ جدا 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 من الدفاع كله بصراحة، ومن المهاجمين كمان. يعني تقريبا كان اللي ماسك علي الفيل كان المفروض محمد شريف، ما تعرفش سابه راح فين. علي الفيل ارتقى فوق الجميع وحطها بدماغه حلوة جدا جدا. وانا نادرا لما بشوف اهداف لعلي الفيل، يعني انا علي الفيل ما افتكرلوش غير جون تقريبا قبل كده ولا حاجة. انا ما افتكرش ان انا شفت اهداف لعلي الفيل، لكن الجون حلو جدا بصراحة وحطها بدماغه حلو، الارتقاء كان حلو. وشوبير يعني يسأل عنها حاجات بسيطة، ان هو رد الفعل بتاعه كان بطيء شوية. اما عن الهدف الثاني للنادي الاهلي فهو هدف رائع جدا بصراحة. زيزو عمل اسيستين في الماتش ده يدرسوا، اسيستين حلوين جدا، اسيستين العرضية مرفوعة بالمقاس على دماغ اللعيب. فياسين مرعي بصراحة فكرنا كده بريحة عبد المنعم، فكرنا بحتة من ناحية عبد المنعم كده، كان هو اللي بيرتقي ويحط ويخش جامد مع المدافعين بتاع الفريق الخصم. كنا مفتقدين جدا اللعيب ده، فبصراحة حطها حلوة جدا جدا جدا. هو هدف رائع وكل حاجة، بس انا ما كانش عاجبني الاداء عموما. يعني اللي لعب في الماتش ده كان نقدر نقول ياسين مرعي، وانا شايف ان محمد علي بن رمضان لعب كويس جدا، اي نعم كان مختفي شوية، بس تقريبا هو من احسن لعيبة الاهلي في الماتش ده، هو وياسين مرعي واحمد السيد زيزو، هما الثلاثة دول اللي لعبوا. تريزيجيه ما ظهرش، ما جاش. محمد شريف ما ظهرش بسبب ان الكورة ما راحتلوش. تقريبا دول اهم اتنين انا كنت متوقع منهم اداء وما حصلش. ولكن الثغرة الكبيرة في تشكيلة النادي الاهلي، واللي انا لسه شايله للاخر عشان نتكلم عليه براحتنا، وهو محمد مجدي قفشه. يعني انا اللعيب ده مستغربه جدا بصراحة. لعيب المفروض ان هو لعيب كبير، ولعيب مش صغير خالص على الحاجات اللي هو بيعملها، بس الكرة كل ما تجيله تحس ان انت بتفقد القيمة بتاعتك، بتحس ان النادي الاهلي تايه في الملعب. اول ما الكرة توصل له انا بحس الاهلي من غير هوية، الاهلي مش عارف يلعب في كذا كرة. كان المفروض انت لعيب رقم 10، لعيب رقم 10 ده كل مهمته ان هو ياخد الكرة بينقل الفريق من الدفاع للهجوم، هو حلقة الوصل بين الدفاع وخط النص والهجوم. فانت لعيب المفروض ان عندك رؤية وعندك الباص بتاعك حلو وعندك حاجات كتيرة جدا. فين الحاجات دي؟ الحاجات دي اختفت من عند محمد مجدي قفشه. بقى بياخد الكوره يلاقي اللعيبه بتقرب منه يروح سايبهم ويروح راجع لورا، يروح مباصي لورا، يباصي لاحمد رضا، يباصي ياسر ابراهيم او ياسين مرعي. فبصراحه كان اداء انا شايفه اداء سيء جدا 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 لمحمد مجدي قفشه، واتمنى ان هو ما يبداش الماتش الجاي. وهنتكلم عن المباراه القادمه للاهلي وللزمالك بس في حلقه تانية ان شاء الله. ولكن انا عايز اتكلم عن عيب قاتل جدا في التكتيك او في الخطه بتاعه النادي الاهلي، وهو الطلوع بالكوره. انا مش ضد الطلوع بالكوره، وانا شايف ان الطلوع بالكوره دي حاجه حلوه، وان انت تلعب كوره على الارض دي حاجه ممتعه، بس مش لازم يبقى الخروج بالكوره من ناحيه ياسين مرعي بس. لو ركزت في الماتش هتلاقي ان تقريبا كل الكور بتاعه النادي الاهلي مجرد ما توصل لمحمد هاني او لياسر ابراهيم تلاقيهم بيلفوا وشهم ويروحوا باصين لياسين مرعي. فياسين مرعي ياخد الكوره هو اللي يطلع بالكوره، لعيب اشول بيعرف يباصي بيعرف يتحرك. ده مش صح. يعني ليه نعتمد على لعيب واحد في الخروج بالكوره؟ وبعدين انت معلش في الدقيقه 96 ولا في الدقيقه 94 انت متعادل، وانت هويه النادي الاهلي ان انت تنزل وتكسب، والدقيقه 90 وبلس 90 ولازم تنزل تضغط على الفريق قدام. برضه بنباصي في الدفاع، يعني عمالين نباصي ياسر ابراهيم وياسين مرعي واحمد كوكا وكريم فؤاد، وبنباصي في نص الملعب في نص الملعب بتاعنا. احنا عايزين نهاجم، احنا عايزين نجيب اجوان. ده كلام المفروض المدير الفني كان يتكلم فيه، وكان المفروض يتكلم معاهم يقول لهم اضغطوا، خش لقدام، لازم يبقى اللعيبه عندها ريسك
كان اللي بيعمل الدور ده بصراحة واللي انا مفتقده جدا في الحتة دي كان عمرو السولية. عمرو السولية لعيب ما بيخافش، كان بياخد الكرة ويطلع، تتقطع منه مرة ياخدها مرتين عادي. وكان طبعا في ماتش شهير جدا بين الاهلي وحرس الحدود من سنتين تقريبا او حاجة، كانت الدنيا مقفلة وحرس الحدود رصص اللعيبة قدام ال 18. كان طارق العاشري تقريبا كان رصص اللعيبة كلهم قدام ال 18 كده. عمرو السولية بكورة واحدة بتسديدة واحدة فتح الماتش، يعني جاب جون حلو جدا. فهي انت كنت محتاج تسديدات، وكنت محتاج بساط لقدام، كنت محتاج حاجات كتيرة جدا. تعالوا نتكلم بالمرة عن التبديلات. اول تبديل كان محمد طاهر وكريم فؤاد، دول نزلوا بين الشوطين. وبعدهم نزل بن شرقي واحمد حسن كوكا، وبعدهم نزل جراديشار في نهاية المباراة خالص يعني. اولا انا شايف ان بصراحة التشكيل كان غلط. الفرقة نفسها بادئة غلط، الفرقة بادئة وحش. انت طول الوديات بتلاعب شكري، بتلعب معلش كريم فؤاد بتلعبه باك شمال، تيجي في الاول ماتش رسمي تلعب محمد شكري. طب ليه؟ طب ما بتلعب كريم فؤاد بقالك كتير باك شمال ليه؟ بصراحة علامات استفهام كتير يعني. محمد طاهر كان تايه في الملعب، كان ياخد الكورة وعايز يجري بيها، عايز يجري بيها وخلاص. طب بتجري بيها، طب رايح فين؟ هو مش عارف، هو بيجري رايح بيها فين، ما حدش فاهم يعني، ولا هو نفسه عارف هو رايح فين. كريم فؤاد نزل بصراحة حرك الجبهة الشمال شوية. انا شايف ان كريم فؤاد لعيب كبير جدا وهيجي منه كتير، بس لو اتحط في المكان الصح. بن شرقي طبعا شفنا مهارات بن شرقي. انت الفرقة اللي قدامك واقفة 10 قدامك تحت الكورة، كلهم تحت الكورة، فانت طبيعي محتاج لعيب حريف، لعيب يعرف يعدي من واحد واثنين وثلاثة. فانت محتاج واحد زي بن شرقي من بدري قوي. تريزيجيه ما كانش ظاهر، انا كنت شايف ان بن شرقي كمان لازم ينزل بين الشوطين، كان لازم ينزل مع طاهر وكريم فؤاد. كنا محتاجين من البداية ان احنا نحط زيزو في قلب الملعب ونبدأ ببن شرقي والناحية التانية طاهر. وانا كنت شايف ان الشحات لو موجود كان هيفيد الاهلي اكتر كمان. اما بالنسبة لكوكا، فيعني كوكا بصراحة انا مش لاقي له تفسير، بس هو انا اقل وصف الكوكا ان هو بيقتل رتم المباراة. الماتش الاخير ده ماتش مودرن سبورت هو قتل رتم المباراة. كان كل الكرة ما تجيله تحس ان الدنيا وقفت خلاص، مفيش بقى، ما بيوصيش خالص. اما جراديشار فطبعا مش هنحكم عليه، الكرة تقريبا ما جاتلوش، نزل متأخر جدا. انا مش فاهم بصراحة ايه المانع ان انت متعادل وعايز تكسب ليه تلعب براس حربة واحد؟ يعني ايه المانع ان انت تلعب باتنين روس حربة وتبدأ تضغط على الفريق اللي قدامك وتخش؟ يعني بصراحة انا شايف ان الاهلي لعب وحش جدا، واللي يتحمل نتيجة المباراة دي ريبيرو قبل اللعيبة، ريبيرو وبعديه محمد مجدي قفشة ومحمد هاني. الثلاثة دول بصراحة هم اللي يشيلوا نتيجة الماتش، لان الماتش كان مش احسن حاجة. وده كده كان التحليل الفني لمباراة الاهلي ومودرن سبورت. اتمنى يكون التحليل عجبكم، اذا كان لماتش الاهلي ومودرن سبورت او للزمالك وسيراميكا كليوباترا. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. مع السلامه.